لا يرضي طموح وعشاق ومحبي نادي الرفاع الشرقي يشوفون فريقهم يقبع 2021 2022 الرفاع، بينما 2022 2023 هل طبعا الان الرفاع ما له نصيب في الحصول على بطوله دوري. 60 لقاء 62 لقاء جمع الفريقين على مدار تاريخهم على مستوى الدوري، مع مراعاة 26 للرفاع في دوري ناصر بن حمد. وبالمناسبة أيضا أيمن الشنايني له هدفين، وهذا هو الهدف الثالث. أحسن استغلالها لاعب الرفاع الشرقي لتبقى النتيجة. مشاهدي الكرام، تقدم الرفاع بهدف وما زال الشرقي يبحث عن التعادل. خطرة هذه أكبر نتيجة، فوز الرفاع على الرفاع الشرقي 6-1 في موسم 2002. الشرقي حقيقة قادر على إدراك التعادل في شوط المباراة الأول في ظل هذا المستوى اللي قدمه الرفاع الشرقي. صالح راتب، صالح ينقلها لسالم الدوسري، سالم بيمر حد شيتين دوري الدرجة الثانية، واللي نتمنى إن شاء الله التوفيق. طبعا نادي شوف الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. أنا طريت بسيتين، وهذه طبعا تهنئة أقدمها لنادي النجمة بمناسبة صعوده وعودة النجمة إلى دوري ناصر. بلا حمص ولا دوري ولا حتى كأس اتحاد. البطولة التنشيطية كلها بتوصل منقول داخل منطقة جزاء خطرة للرفاع الشرقي، تتهيأ تسديدة قوية، جول منها ومرت خارج ملعب. شوفها بالإعادة، شوف التهيئة الحلوة، شوف سالم الدوسري، سامي الحسيني، عمر جعيش، منقولة صالح راتب، صالح ومعاه اثنين، وخطأ لمصلحة الرفاع الشرقي لمصلحة اللاعب المحترف الأردني صالح راتب. هنا صالح راتب المحترف الأردني راح يلعب كرة ساقطة داخل منطقة جزاء عالية ورأسية، تتهيأ داخل منطقة جزاء، تتخلص لاعب الرفاع الشرقي. منقول جهة صالح راتب محترف الأردني، قلها جهة اليسار سالم الدوسري. حاول الآن من مؤيد العجان جهة سالم الدوسر، صالح راتب، أيمن صالح راتب يحاول الشرقاوي من إدراك التعادل في شوط المباراة الثاني. كرة منقولة عالية داخل منطقة الجزاء، راسية في الجول، تمر خارج الملعب. كرة رفاعية، محمد عبد القيوم بالخطأ، سالم الدوسري، تحول الرفاع الشرقي، هجمة الآن صالح راتب، صالح هنا ورينا لنصل إلى النسخة رقم 66. هذه المباراة رقم 673 للرفاع، والمباراة رقم 619 ل 12 2013 و2013 و2014. 4 مواسم قبع فيها في دوري الدرجة الثانية. وبالتالي برنس، فلافيو، صالح راتب، برنس، حلوة برنس، خدوهات، خطرة هذه الرفاع الشرقي، تمر خارج الملعب. علي حرم، كرة تهيأت لعلي حرم عرضية بشكل حلو، لكن سددها وصدت في لاعب الرفاع. تنقل برنس، كرة معاه، هجمة شرقاوية، وشفنا الهدف. طبعا تم إعادة الهدف أكثر من مرة، وهو هدف، طبعا هو هدف وحيد. وانا ذكرت بأن عندنا في دوري ناصر بن حمد حتى الآن علي ناصر، برنس، ونازي، صالح راتب، شرقاوية، سالم الدوسري، خطر في الجول، الله